اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض الرز المعمر في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمل مع بعض كمان صينيه الكفته بالخضار. وصفتين سهلين جدا جدا. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملناه مع بعض ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. طيب، عندي اول حاجه ده نص كيلو من اللحمه المفرومه. انا طلعت اللحمه المفرومه مجرد بس اول ما بدات تفك بدات اشتغل فيها. ليه ما سبتهاش لما فكت خالص؟ لانها لو فكت اكتر من كده هتبدا تنزل الميه بتاعتها، وانا مش عايزه فيها اي سوائل عشان ما تفكش معايا الكفته. بعد كده نزلت عندي بيه بصلايه كبيره مفرومه ناعم، خدت منها التفل وسبت الميه. حطيت رشه من البيكنج باودر، وعندي كمان الملح. البيكنج باودر بيخلي الكفته تبقى معاكي هشه كده ومنفوخه. حطيت شويه كمان من الفلفل الاسود، وهحط عندي كمان دي الاضافات دي تقدري تستخدميها او تستغني عنها. حطيت رشه من البابريكا، هحط كمان رشة من الكركم، دي بتدي لون حلو قوي للكفتة وبتدي كمان طعم حلو ليه. تقدري انك تستغني عنها وتكتفي بيه الملح والفلفل الاسود بس، او تقدري انك تجيبي اللي هو كيس الكفتة، البهارات بتاعت الكفتة الجاهز ده، وتحطيه على اللحم. هبدأ بقى ان انا الم اللحمة بتاعتي كلها بقى مع البصل والبهارات دي كلها. عايزة الكفتة بقى كلها تتلم وتبقى زي كتلة واحدة اهو بالشكل ده، بحيث ان انا لما اجي اطلع كده قطعه واعملها زي كوره. انا هعملها على شكل كفته داوود باشا. لو انت حابه تعمليها على شكل صوابع، على شكل برجر كده، زي ما انت عايزه الشكل اللي يعجبك تحبي تستخدميه استخدميه. انا باخدها كده بايديا، بتاكد طبعا انها كلها بقت فكه ومفيش فيها اي تكتلات او اي حاجه. جبت عندي طبق، ده شكلها اهو كلها بعد ما خلصتها. حطيت فيه الطبق دوت شويه من الدقيق، وهبدا ان انا اعفر الكفته بالدقيق. لازمه الخطوه دي ايه؟ ان انا عايزه الكفته زي يبقى ليها كده طبقه خارجيه كريسبي، يعني تبقى ناشفه شويه معايا، ما تبقاش طريه. هبدا ان انا اعفر كل كميه الكفته عندي في الدقيق دي. ناخد بقى كميه كده عشان ننجز في الوقت. اهو بالشكل ده. هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. ده شكلها بعد ما عملتها كلها. جبت عندي بقى ووك على النار، حطيت فيه زيت غزير، وهبدأ انزل عندي بيه الكفتة. تقدري انك انتي تحطيها في صاج وتدخليها الفرن لو انتي مش حابة انك تحمريها في زيت، يعني مش حابة مادة دهنية فيها، فتقدري انك انتي تحطيها في صينية في الفرن وتدخليها وتسيبيها تتحمر، هتبقى حلوة برضو معاكي. خلاص، ادي شكلها بعد ما بدأت تتحمر معايا شوية. ببدأ اقلبها كده، اللي الاقيها خدت لون بقلبها على الناحية التانية. طبعا انا موطيه النار عليها خالص عشان خاطر تستوي معايا كويس. تعالوا بقى نشوف ايه الخضار اللي احنا هنستخدمه. عندي بطاطس وكوسة وجزر، وعندي فلفل الوان. هبدأ اقطع بقى البطاطس. انا هقطعها زي مكعبات صغيرة، يعني الخضار ده كله هقطعه مكعبات صغيرة اهو بالشكل ده. برضو التقطيعة اللي تعجبك. لو انت حابة تعملي البطاطس لقطع اللي هي دائرية براحتك برضو، بس انا حبيت اخلي كله يبقى متقطع كده مكعبات صغيرة. ده كمان بيساعد على التسوية بسرعة، يعني بينجز معانا في الوقت كمان. ادي الجزر، وكمان عندي الكوسة. يعني باخد مثلا بطاطستين، كوسيتين، جزرتين. ده لما بيتقطع بيعمل كمية كبيرة يعني. كمان ناخد الفلفل الرومي، واي خضار تحبيه حطيه. يعني عايزه تضيفي بسله ممكن تحطي برضو بسله، لو عايزه تضيفيها براحتك. عندي بقى بوله كده هجمع فيها الحاجات دي كلها، احطها كده عشان اوسع لنفسي.
عندي كمان فلفل احمر، لو متوفر مش متوفر خلاص مش مشكلة، تقدري تكتفي بالفلفل الرومي، ما فيش مشكلة خالص. وهكمل بقى انا تقطيع الكمية كلها بنفس الطريقة كده، كلها مكعبات صغيرة. تعالوا بقى نرجع تاني للكفتة ونشوف اخبارها ايه. خلاص ادي الكفتة اللي بلاقيها اتحمرت، ببدأ ان انا اطلعها عندي في مصفى اهي شكلها بعد ما طلعت بقى الكمية كلها وخلصتها. طيب هجيب بقى عندي الصينية، حطيت فيها مكعبين من الزبدة، احط كمان شوية زيت، وبعدين هبدأ انزل عندي ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم. اشوح كده البصلة، عايزاها بس لونها يبقى شفاف، يتغير بس لونها شوية اهو بالشكل دوت. هنزل بعد كده بمكعب من المرقة، عندي شوية ملح صغيرين عشان المكعب بيبقى فيه ملح، وحطيت كمان الفلفل الاسود والبهارات اللي انت تحبيها يعني المتوفرة عندك استخدمي. انا حطيت رشة كده من الكمون، عندي كمان رشة من الكزبرة الناشفة، يعني حوالي نص معلقة كده، نص معلقة من الشطة لو حابة انها تكون سبايسي معاكي، مش حابة تقدري تستغني عنه تماما. وممكن لو انتي ما عندكيش الشطة ممكن تستخدمي شطة قرون شطة عادية. حطيت كمان بابريكا، وحطيت كمان عندي رشة من الكركم. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها كويس. شايفين لون البصلة بقى بيغير وبيبقى لونها حلو بقى بالبهارات دي. حطيت بعد كده فصين 3 من الثوم المفرومين ناعم، مجرد بس الثوم يطلع الريحة بتاعته، انا مش عايزاه ياخد لون خالص عشان ما يمررش. وبعدين نزلت عندي بيه كمية الخضار كلها، شايفين يعني من بطاطستين وجزرتين وكوسيتين عملوا كل كمية الخضار دي. هقلب بقى كل الخضار دوت كده مع البصل والثوم والبهارات اللي عندي. وبعدين هحط عندي الطماطم عندي كانت متفرزة، فانا جبت قطع يعني كيس من الطماطم. انا ما حطيتش صلصه. ليه ما حطيتش صلصه؟ لان انا مش عارفه كميه الطماطم دي هتبقى كتيره ولا قليله، فانا لو احتجت بعد كده صلصه ممكن ازود. حطيت بس شويه ميه سخنين علشان عندي يساعد بقى ان الطماطم تتفك معايا، هي بتتفك وبتبقى زي الفل. تعالوا نشوف بقى كده بعد ما فات حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، ادي الطماطم فكت اهي وعندي الخضار بيستوي. تعالوا ننقلها بقى على عين تانية كده ويكمل التسوية بتاعته مع نفسه، ونعمل مع بعض الرز المعمر. حلة على النار، هحط فيها لتر من اللبن، مكعب من المرقة، هحط شوية ملح صغيرين خالص عشان الرز المعمر ما بيبقاش ملحه كتير، بيبقى ملحه قليل شوية. بعد كده هحط فلفل ابيض، لو مش متوفر ممكن الفلفل الاسود عادي برضو، شوية من البابريكا، كمان شوية من الكركم، ده بيدي للرز لون حلو قوي. بعد كده هنزل بحوالي معلقتين كبار كده من الزبدة، 3 معالق يعني، كتري بقى في الزبدة على قد ما تقدري. وبعدين هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، بس عايزة اللبن يبدأ بس يسخن شوية. عندي بقى كوبايتين من الرز المصري، ده مغسول وكان منقوع لمدة نص ساعة. هنزل بيه الرز على اللبن كله كده على النار. عايزة بقى الرز يتشرب من اللبن كويس، واحس ان الرز كمان بدأ يخش كده في التسوية. شايفين ادي شكله اهو. خلاص انا هطفي بقى النار عليه وهشتغل بيه على طول. انا طبعا لاني نقعاه قبل كده فما سبتوش يتنقع تاني، لكن لو انتي ما كنتيش نقع الرز قبل كده فممكن تسيبيه في اللبن يتنقع نص ساعة او ساعة قبل الاستخدام. جبت عندي الصينية، حطيت عندي مكعبين من الزبدة ودهنتها تحت، وهبدأ انزل بيه المكونات كلها بتاعتي. طريقة الرز المعمر دي طريقة مختلفة عن اللي احنا عملناها قبل كده. احنا عملناها قبل كده في القناة، كان الرز المعمر بحط كله على البارد، يعني بحط القشطة على الزبدة على الرز كله بعجنه مع بعضه عجنة واحدة كده، وبعدين بحط عليه اللبن. ده بيخلي معاكي الرز المعمر يبقى يعني كتلة واحدة كده معجنة شوية.
ده لو انت حابه ان الرز المعمر يكون معاكي يعني قطعه خرطه بخرطتها كده. لكن لو حابه الرز المعمر يكون مفلفل معاكي فبتعملي الطريقه دي. انا حبيت ان انا اغير معاكم الطريقه المره دي، عشان لو انت حابه الطريقه دي او الطريقه دي اللي تعجبك اعمليها. حطيت عندي بقى شويه كده من السمنه البلدي على الوش، وهحط كمان شويه من القشطه البلدي. يعني كتري بقى في القشطه والزبده والحاجات دي كلها والسمنه البلدي، كل الحاجات دي بتخلي الطاجن عندك او الرز المعمر يكون طري، ما يكونش ناشف معاكي. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، هيقعد حوالي نص ساعه لحد ما احس ان الرز استوى. اخر 5 دقايق بشغل عليه الشوايه. تعالوا بقى نشوف كده الخضار بتاعنا اخباره ايه. اهو خلاص كده استوى. فهبدا انزل عندي بيه الكفته، وهقلب كده الكفته شويه بقى مع الخضار، بس ياخد بس كده ريحه الكفته مع الخضار مع بعض كده. خلاص تعتبر كده خلاص ممكن ان انت تغرفي الطبق بتاعك ويعتبر الاكله استوت خلاص، مفيش مشكله. لو حابه بقى انك تجودي شويه وتخلي بقى الصينيه حلوه معاكي حبه كمان، حطيت بقى على الوش شويه من الطماطم متقطعه شرايح، وهحط كمان شرايح من الفلفل الرومي. وده انا هدخلها بقى الفرن تحت الشوايه بس كده 5 دقايق 10 دقايق، تاخد بقى يعني تشميعه كده من الفرن. خلاص ادي الرز المعمر بعد ما طلع، وعندي كمان ادي صينيه الكفته بالخضار. وصفتين حلوين جدا. تعالوا اوريكم ناخد مع بعض قطعه كده من الرز المعمر، واوريكي برضو هو بيبقى شكله عامل ازاي. نقطع كده حته بالمعلقه. شايفين يعني الرزايه برزايتها كده، ما هواش بقى الرز المعمر اللي هو بيبقى خرطه يعني. فليكي الطريقه دي وليكي الطريقه دي، الطريقه اللي تعجبك. ولكن الاتنين طبعا احلى من بعض، يعني الاتنين بيبقوا مخدومين بالقشطه وبالسمنه البلدي والقشطه، فبيبقوا طعمهم حلو جدا. نحط بقى شويه كفته كده مع شويه خضار، وصفه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تعجبك وتجربيها وتقولي لي رايك ايه. ولو ليكي اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.